مكرونة انسجام زي المحلات بالظبط، وهنعمل البصل والصلصة الرايقة دي وهتطلع معاكم حدوتة. أول حاجة عندي بصل نبدأ نقطعه شرايح، وبإيدك تبدأ تفرك البصل كده، أنا عايز كل واحدة تكون لوحدها. وعندي طماطم نبدأ نبشرها ونطلع بطاسة على النار فيها شوية زيت حلوين بقى، عشان الزيت ده هيكمل معانا للحلقة كلها. ونبدأ نشوح البصل كده على نار هادية مع تقليب مستمر لحد ما يطلع معاك باللون ده. هتبدأ تشيله وتصفيه وتخليه على جنب، وفي نفس الزيت هتبدأ تحط شوية سكر كده عشان يتكرملوا، وبعد كده معلقة كبيرة من الصلصة البيوريه وتقليبة حلوة، وتنزل بالطماطم المبشورة. البهارات بقى ملح وفلفل وكمون، وتعالى بالبصل الرايق ده افركه بإيدك كده وتنزل بيه على الصلصة وتسيبه على نار هادية لحد ما يتسبك. حل على النار فيها مية سخنة وشوية ملح، وتبدأ تسلق أي أنواع مكرونة أنت بتحبها. كده كده المطبخ بتاعنا والأكلة بتاعتنا ومحدش له حاجة عندنا. مهم جدا بقى يا جماعه وانتوا بتسلقوا المكرونه اللي هي عكس بعض دي، لازم يكون نوعها واحد. فاهمين قصدي؟ اهم من الشغل ظبط الشغل. وممكن ناخد شويه ميه من بتاعه المكرونه ونبدا نقلبها كده في الصلصه. وهات طبق بقى، ابدا حط المكرونه بيضه كده زي ما بقدموها، وحط الصلصه على وش. يا لهوي يا دي حدوته على الحلاوه والدلع. جربوها ومستني رايكم، وان شاء الله تطلع معاكم احلى من بتاع بره. انا كده خلصت حلقه النهارده، يا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.